السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مورو سيليبريتي على قناتكم مورو ترند. واحد ميساج كنت باغا نقولو اصحاب الله يخليكم، انا كنحترم جميع الديانات وجميع الافكار، واصلا من بين الحاجات اللي كنقولها لكم كنصحكم نتوما بهم زعما الى تقبلتوا مني النصيحه. هادو هما المواضيع اللي الواحد ما خصوش يبقى يدخل فيهم مع الناس. اوكي، القناعات الدينيه وكيفاش الواحد كيطبق الدين ديالو. بزاف د الناس من مور الحلقه دراشيت شو من مور بزاف ديال التصريحات صراحه ماشي اول مره، ولكن تعاود لي هاد الكومونتير قلت غنهضر فيه ديال والحجاب نعمه والواحد يستر راسو حسن ما يعمل في راسو هاد الحاله. و جو سوي ديزولي انا ما انا هضرت على المرض ديالي ماشي باش نستر راسي. اوكي، وكنظن انني الا كنتو عندكم ديك افكار ديال الشعر باقي كي اتيغي، فانا كنظن انني انا هيدا عامل بحال الراجل موا اتيغون. فهمتي زعما واضح وقيله واضح. فحتى اللي كتقول على راسها مسلمه ومقتنعه بالدين ديالها وبالحجاب ديالها، ما كانوش كنتي غتنصح وحده انها تعمل حجاب باش تغطي مشكل، لان الحجاب كنظن نورمالمون واحد الحاجه اللي قناعه دينيه وعندها واحد الابعاد اللي انا صراحه ما مقتنعاش بهم. نقول لكم بكل صراحه، انا الحجاب كنشوفو اوبسيونيل، اللي بغات تغطي راسها هي حره. كنشوفو انا بحال ان ستيل، فهمتي؟ المراه المحترمه، المراه اللي كتحترم راسها وكتحترم الجسد ديالها ماشي ضروري تكون محتجبه. هذا رايي. دينيا كاين بزاف الخلط على هذا الموضوع، يعني ما كاينه حتى شي حاجه كتاكد اننا خصنا نعملوا حجاب. ليستوار الحجاب في الدين ما بغيتش ندخل فيه. انا قلت لكم انا هادشي كنشوفوا قناعه شخصيه، انا ماشي نيه باش نعمل موعظه ولا نوري شي واحد الدين ديالو كيفاش يعاود يقراه، ولكن هذا الكومونتير هذا كيستفزني. اوكي فوالا. واللي غيدخل لي من ديك الباب ديال التشبه بالرجال، ما عمرنا كنا كنشوفوا التشبه بالرجال عنده علاقه بالهير كات. التشبه بالرجال انك تكون كتعامل بحال الراجل وما عندك حتى شي انرجي فيمينين، وتا هذه كنشوفها حريه شخصيه. تا هذه كنشوفها اللي بغات ترجل واللي بغى يتبنت وكل حياته كل فول عنده كيالو. وخصنا نتعلموا شويه نديوها في راسنا ونحترموا القناعات بعضياتنا. والواحد اللي ما كيشبه لك شي ما عندكش شي تفرض عليه افكار ديالك او لا تكتب له ستر راسك ولا ما اختي. كثر البنات حتى الدراري صراحه، حتى الدراري كاينين شي دراري ديك متاسلمين خاويين. خاي ديالي الدين ديالك يقول لك شي جلس تسكروا لي النهار كامل. الدين ديالنا كيقول لنا سر هذا تثقف راسك وبزاف الحاجات اخرين من غير الفتوى كاينين في الدين. دونك فوالا لي زامي، هذه اخر حاجه كنت باغا نقولها. الرساله ديالي هي العالم يتعلم يتكونسونطرا مع جنابو. ارضاء الاخرين ماشي هي الغايه. حاول ترضي راسك وحاول ترضي الله اللي كتعبد، وحاول تطبق الدين ديالك بارابور راسك. انا كنشوف بنادم ما كيعمل حتى شي حاجه هو في حياته وما كيطبق حتى شي حاجه في الدين في حياته، في المعامله بعدا في الزناقي، وكيدخل في لو كومبورتمون ديال الناس اولا الشكل ديال الناس اولا شنو كتفكر الناس ولا شنو كتعبد الناس. دابا هو رمضان ماجي، اتقوا الله. حاولوا تكونوا انسان مزيان كيديها في صحته، كيكونسونطري على العائله ديالو وعلى راسو. ان لنفسك عليك حق، وكونسونطري على نفسك واعطينا النفوس عباد الله اتساع وخليهم هما يكونسونطريو مع راسهم.